لو انت فتحت اليوتيوب دلوقتي ولقيت ان في حلقة جديدة لسامح سند نزلت ودخلت تتفرج عليها، وفي نص الحلقة بتسأل نفسك هو ليه المجرم بيتقبض عليه بسرعة كده؟ ليه الجريمة بتتحل في خلال ايام او بالكتير اسابيع؟ يعني هل المجرم غبي بزيادة ولا الشرطة هم اللي عباقرة وبيعملوا شغلهم على اكمل وجه؟ طب تخيل بقى لو عكسنا الآية، لو المجرم هو اللي ذكي والشرطة هم اللي عشوائيين وبدائيين ومش عارفين اصلا يحققوا في القضية، هل ساعتها ممكن نشوف الجريمة الكاملة؟ ده بالظبط اللي انا جاي احكيه لك النهارده. فيلم نقدر نقول ان المجرم فيه قدر فعلا ان هو يحقق الجريمه الكامله، مش بس لانه ذكي، لان ده المحققين اللي ماسكين القضيه كانوا في قمه العشوائيه والغباء. انا هنا بكلمك عن فيلم مقتبس من قصه حقيقيه، قصة عن أشهر سفاح في كوريا سنة 1986، يعني احنا بنتكلم من 40 سنة بالتمام والكمال. فترة بقى لا كان فيها تحاليل الدي ان ايه ولا بصمة جينية ولا التكنولوجيا اللي بنشوفها دلوقتي، فهل هيقدروا يمسكوه بالعشوائية بتاعتهم دي ولا هو اللي هينتصر في الآخر ويحقق الجريمة الكاملة؟ أنا هنا بكلمك عن التحفة الفنية، فيلم Memories of Murder. وعلى فكرة مخرج الفيلم ده هو نفس المخرج بتاع فيلم باراسايت اللي خد جوائز الأوسكار، فحرفيا احنا قدام عظمة هتتشاف. بنبدأ مع مكان جميل عامل زي مزرعة وحقول ومناظر حلوة وعيال عمالة تلعب وبتجري وناس من الفلاحين واقفين. بعدين بيجي جرار راكب فيه واحد والعيال الصغيرة بتطلع انها تجري وراه لحد ما الراجل ده بيوصل لمكان معين عامل زي القناة أو مصرف مية جنب الأرض الزراعية. هو بيوطي كده وبيبص جوه القناة دي، بيتفاجئ إن في جسم بشري مربوط ومتكتف، جثة شخص ميت وملموم عليها حشرات، فبيفضل يبص عليها جامد. وبعدين بيلف وراه بيلاقي ان العيال الصغيره بتلعب في الهدوم، فبيتاكد ان دي اكيد هدوم الجثه وممكن تكون دليل مهم، فبيقعد يزعق للعيال ويقول لهم سيبوا الهدوم، محدش يجي جنبها، انت يا حبيبي انت يا بابا امشي يلا من هنا. وبقى هو واقف جنب ولد غلط قوي كده، عمال كل ما الراجل ده يزعق ولا يتكلم الواد ده بيقعد يقلد نفس الكلام اللي الراجل ده بيقوله. واحنا اصلا هنا بنعرف ان الاحداث اللي بتحصل دي كلها بتبدا سنه 1986. فبعدين بقى بنروح لنفس الراجل ده، هو بيكلم واحد وبيقول له ان الستات هتحب منظرك ده على ايه، انت كنت فين ومش عارف ايه واللي هو الكلام ده. بعدها بنشوف ان هو قاعد مع دكتور جوه اسم الشرطه وبيساله تفتكر يا دكتور الجثه دي تعرضت لاغتصاب؟ فالدكتور بيرد بيقول له اكيد تعرضت لاغتصاب، بس انا بخبرتي شايف انها مش من الريف، يعني الجثه دي من مكان تاني غير اللي انتوا لقيتوه فيها. وهنا بنفهم ان الراجل بيظهر معانا ده اصلا محقق وبيحقق في قضيه الجثه اللي لقاها في الريف ده. بعدها بنشوفه وعمال يصور في ناس ويقعد مع المشتبه فيهم بيتكلم معاهم ويقعد يحقق معاهم، وناس كتير جدا لدرجه انه بيعمل دفتر كامل فيه صور لكل الناس اللي هو قعد وحقق معاهم. بعدين المحقق ده بيروح لمسرح الجريمه تاني في مكان شبه الاولاني برضه، يعني اراضي ريفيه مهجوره، بس لما بيروح بنشوف كارثه حرفيا، بنلاقي ان في عشوائيه كبيره جدا في المكان. يعني المفروض ان ده مسرح جريمه، بس انت بتلاقي ان الصحفيين اصلا وصلوا قبل ما الشرطه تيجي، لدرجه ان كان في ادله وبصمات رجلين على الارض، بس في جرار زراعي عدى مسح كل الادله دي كلها، وان الضباط اللي موجودين اصلا مش عارفين يجمعوا ادله او يسيطروا على المكان. بس شكل الجثه كان نفس الجثه الاولانيه بالظبط، كانت محطوطه على الارض وايديها ملفوفه ومتكتفه حوالين جسمها من ورا ومرميه كده على الارض. بعدين المحقق ده بيروح بيته وبيقعد مع مراته، هما بيتكلموا، بياخد باله من جملة مراته قالت له أنا كنت امبارح مع الست العجوزة اللي شغالة في المطحنة وسمعتها بتقول إنها عارفة أو شاكة مين اللي بيقتل الستات دي. فبيبص لها كده وبينتبه لكلامها وبيقول لها مين؟ قالت لك مين؟ فبترد عليه وتقول له إن في عيل كده مسكين ودماغه على قده شوية، هي متاكده ان هو اللي بيقتلهم. فالظابط بيسالها طب وايه اللي اكد لك المعلومه دي؟ قالت له الست العجوزه قالت لي ان اليوم ما انتوا لقيتوا الجثه بتاعت البنت اللي ماتت هي شافت الواد ده بعينيها هو بيجري ورا البنت دي. فهو بيقول لها باهتمام كده انت متاكده من الكلام ده؟ فبترد عليها انا متاكده من اللي سمعته، بس ممكن تكون الست دي شايفه غلط او كده، لان الواد ده زي ما قلت لك يعني دماغه على قده ومش طبيعي قوي يعني. فالمحقق بعد كده بيروح يقابل الواد ده في محل العاب اتاري وبياخدوا معاه الاسم، وهناك بيقلعوا الهدوم وبيخليه بالهدوم الداخليه بس، بيفضل يتكلم معاه بالراحه ويقول له انت ممكن ما كانش قصدك، يعني ممكن انت كنت عايز تلمسها فما عرفتش فاضطريت انك تقتلها. والواد باين عليه اصلا ان هو عيل عبيط، يعني انت بتشوفه تلاقي ان جسمه متشوه زي ما يكون ميه سخنه واقعه عليه، وشكله عبيط وقاعد قدامه مش عارف يتكلم اصلا، وبيقول له لا انا ما عرفتش ان انا المسها. فالمحقق بيكمل كلامه بيقول له ايوه بس ممكن انت اتعصبت فقتلتها. فرد عليه وقال له لا انا ما قتلتهاش ولا عملت لها اي حاجه. بعدها بينزل المحقق تاني كده بيجي يمسك الواد الغلبان ده ويفضل يضرب فيه ويقول له اعترف، هو ما بيعترفش، فالمحقق بيفضل يضرب فيه، يعني بيمثلوا بقى دور الضابط الطيب والضابط الشرير المعروف ده. والواد بيفضل ما بيتكلمش ولا بيعمل حاجه ومستسلم جدا. بالليل بقى في راجل في الشارع بيشوف ست ماشيه على الطريق، بس
بس بتقع كده، فهو بينزل عشان يساعدها، فالست بتفضل تصرخ ومفكره ان ده هو القاتل، لحد ما المحقق بيجي معدي بعربيته بالصدفه وبيشوفه، فبينزل عشان يساعد الست دي، وبينزل في الراجل ده ضرب حرفيا، بيفضل يضرب فيه وبياخدوا العربيه على اساس ان هو خلاص هيقبض عليه، لحد ما الراجل التاني ده بيقول له هو انت محقق؟ فبيرد عليه بيقول له اه، فبيقول له وانا كمان ظابط، انا الظابط اللي جاي جديد. فهنا المحقق بيعتذر له بيقول له ما كنتش اعرف يا عم، ما كان المفروض تقول، هو في ظابط ما بيعرفش يدافع عن نفسه او يضرب؟ فبيقول له ان هو اصلا لسه حديث التخرج وكده فبياخدوا بقى بيروحوا القسم، وهناك بيعرفوه ان هو جاي متطوع، يعني هو لسه متخرج وجاي متطوع هنا عشان يساعد في التحقيق بتاع القضيه الكبيره دي، وهم لسه مع الواد اللي هو اللهبل ده جوه القسم، بياخدوه ويروحوا مكان من اللي بيحصل فيه الجرائم، وبيقعدوه كده وبيجيبوا تسجيل صوتي ويخلوه ان هو يتكلم، ويبدا كده هو يوصف الجريمه بتتعمل ازاي، يقعد يقول ايوه انا شفتها وهي مخنوقه من رقبتها، كانت مربوطه بهدومها الداخليه على وشها ومخنوقه بيها، وكان بيوصف الجريمه بالظبط، بس في الاخر كده بيتلخبط في الكلام وما بيعرفش ايه اللي بيحصل بعد كده، فبيتعصبوا عليه جدا المحققين وبيقولوا ما انت كنت ماشي كويس يا غبي، وبيفضلوا ان هو يضربوا فيه. بعدين بنشوف ان المحقق الجديد بيبص لهم هو مش عاجبه اللي بيحصل، حاسس ان هم بيلفقوا القضيه وبيضغطوا عليه بالزياده، هو مش مقتنع باللي بيحصل ده، وعارف ان اكيد اللي عمل الموضوع ده حد ذكي، حد مرتب وعارف هو بيعمل ايه بالظبط، اكيد يعني مش حد عقله على قده زي ده. بعدها بيبقوا مجمعين كلهم والصحافه جايه وكده، وهم خلاص مقتنعين ان هم حلوا القضيه وان المجرم معاهم، وانهم دلوقتي بقى رايحين يمثلوا الجريمه في مسرح الجريمه، وخلاص بقى عاملين الشو مع الصحافه وانهم المنقذين واللي انقذوا كوريا والكلام من ده. بس بسرعه المحقق الجديد ده بيجري على الولد اللي هم متهمينه ويشوف ايده ويلاقي انها مليانه حروق، وبيقول له انت بايدك دي ما تقدرش انك تمسك الفاس اللي هو اللي مصنوع بالخشب صح؟ فبيوصله جاي الواد بيقول له اه صح، لحد ما بيروحوا فعلا يمثلوا الجريمه، فبيجي المحقق الجديد بيروح لرئيس المحققين وبيقول له اللي انتوا بتعملوه ده غلط، الواد ده بريء وهو مش هو اللي عمل الجريمه دي. فبيرد عليه رئيس المحققين كده بيقول له انت بتقول ايه؟ انت جاي تبوظ علينا القضيه اللي احنا خلاص بنخلصها؟ فبيقول له لا بجد بص لايده كلها حروق، والصور كلها اللي فيها الضحايا كلها ايديهم ورجليهم مربوطه 3 ربطات اللي هم 3 عقد صعبين جدا، يعني اي طفل صغير هيعرف ان مستحيل يكون ده هو اللي ربط الربطات دي. فرئيس المحققين بيتعصب عليه بيقول له امشي من هنا، انت جاي تبوظ القضيه. والواد بقى مستسلم خالص لحد ما بيلمح ابوه واقف مع الناس اللي بيتفرجوا على تمثيل الجريمه، فبيمد عليه بيقول له بابا انا بريء انا بريء انا ما عملتش حاجه، تقريبا بيبوظ عليهم كل اللي هم عملوه. طبعا بعد كده سمعتهم بقى بتتدمر، والصحافه والجرايد بتفضل تكتب ان القضيه طلعت ملعوب فيها وان كل ده هم بيدوروا في الفاضي. بعدين بقى بيجي شخص شكله مهم في الشرطه، راجل كبير ومهم، بيطلب ان هو يسمع المحققين عندهم ايه، فيفضل يسمعهم، وبعدين بياخدوا وبيروحوا لمسرح الجريمه اللي لقوا فيه الجثه. وقتها بقى بيسالهم كده بيقول لهم تفتكروا ايه المشترك ما بين الاثنين اللي ماتوا؟ فالمحققين القدامى بيقعدوا كده وبيقولوا كلام عبيط اللي هو كلهم كانوا حلوين، كلهم شعرهم كان طويل، لحد ما المحقق الجديد بيرد عليه بيقول له الثلاثه ماتوا في ليله الدنيا كانت بتشتي فيها، والثلاثه ماتوا وهم كانوا لابسين احمر. الراجل كده اللي هو المحقق الكبير ده بيبص له يقول له ثلاثه؟ مش المفروض ان هم 2 بس؟ ايوه لا هم 3. بعدين بيفتح ملف كده كان معاه وبيقول له ان في حاله متبلغ عنها من الاسم عندنا من اسبوعين لواحده اختفت ولحد دلوقتي مش لاقينا، وانا لما بحثت في الاوصاف اللي متقدم فيها البلاغ لقيت انها كانت يومها لابسه قميص احمر، ولما جيت شفت يوم الاختفاء ده لقيت ان الدنيا كانت بتشتي فيه، فانا متاكد انها اكيد ماتت، بس لحد دلوقتي لسه مفيش جثه. فبيكمل كلامه ويطلب من الراجل الكبير ده بيقول له اديني بس قوه ضباط كبيره يساعدوني في التدوير، وانا اوعدك في خلال يومين بالظبط هلاقي الجثه. وبعدين فعلا بيروحوا عشان يدوروا على الجثه، بس الاثنين المحققين القدامى قاعدين في جنب كده وعمالين يتريقوا على المحقق الجديد ده، مش مهتمين خالص في الموضوع ولا ان هم في دماغهم اصلا. واحد بيقول للتاني يا عم البنت اصلا كانت حلوه واحسن واحده في القريه، اكيد يعني سافرت راحت العاصمه عشان نشوف حياتها. لسه اصلا ما بيكملوش كلامهم بيلاقوا ان الضباط بيصفروا ويقولوا احنا لقينا حاجه، فجاه بيكتشفوا ان هم لقوا جثه فعلا. وما بياخدوها المشرحه المحقق الجديد بيسال الدكتور بيقول له هي الحاله دي تعرضت للاغتصاب؟ فالدكتور بيرد بيقول انه باين عليها انها تعرضت للاغتصاب. وحتى كمان المحقق الجديد بياخد باله ان الجثه مقتوله بنفس طريقه الجثتين اللي فاتوا، ايدها مربوطه بالشراب بتاعها ووشها مربوط بملابسها الداخليه، فخلاص بيبقوا متاكدين ان ده قاتل متسلسل وانه بيختار الضحيه بتاعته بعنايه جدا. فالمحقق الجديد بيحاول يتكلم مع الراجل الكبير ده وبيقنعه يقول له الواد اللهبل اللي احنا كنا ماسكينه ده مستحيل يعمل حاجه زي دي، احنا بندور على واحد ذكي، واحد عارف هو بيختار ايه وعارف هو بيعمل ايه، فاحنا لو فضلنا ندور ورا ناس زي دي احنا كده بنضيع وقتنا على الفاضي. بعدين بقى بيقرروا او بيتفقوا على خطه يعملوها ان هم هيستنوا لحد ما الدنيا تشتي ويجيبوا واحده شغاله معاهم في القسم ويلبسوها فستان احمر ويخليها تمشي وهم يفضلوا مراقبينها، لان اكيد السفاح او القاتل ده لما يشوفها كده هيطلع عليها، هم بالطريقه ده هيمسكوه. فهم بيعملوا الخطه دي فعلا وبيجيبوا واحده وبيلبسوها الفستان الاحمر تفضل تمشي والدنيا بتشتي ويفضلوا مراقبينها في كل حته، بس للاسف بيلاقوا ان مفيش حاجه حصلت. بس على الناحيه الثانيه بقى وفي حته ثانيه خالص بنلاقي ان في واحده مخلصه شغلها في مصنع ومروحه وهي ماشيه حست ان في حد بيراقبها، تفضل كده تتلفت حواليها وهي خايفه لحد ما بتطلع تجري بسرعه، وهي بتجري فجاه حد بيطلع عليها من الحقول اللي في الارض وبينط عليها وبيهجم عليها، فعلى طول بيجي اتصال للاسم. فالمحقق الجديد ده بسرعه بيرد وبيجي يروح مسرح الجريمه، بس هناك بقى هو بينهي كل العبث اللي
اللي كان بيحصل قبل كده. بيقعد في الميكروفون يزعق لكل الضباط اللي واقفين يقول لهم محدش يقرب ولا حد يمشي من مسرح الجريمه خالص، استنوا لحد ما فريق الادله الجنائيه يجي، بطلوا قرف اللي انتوا بتعملوه ده. لانه عارف ان في الثلاث مسارح جريمه اللي قبل كده باظوا بسبب ان الشرطه بتعمله ان هم بييجوا ويتمشوا ويشربوا سجاير، ويعني تقريبا كان ناقص يتغدوا ويفطروا جوه مسرح الجريمه. فهو بقى بيفضل يزعق ويقول ان احنا لازم ننهي كل العبث ده عشان نطلع الادله بعنايه. وطبعا لانه هو ظابط لسه متخرج وجاي من العاصمه وعارف ان الحاجات دي مهمه، عكس المحققين اللي موجودين في القريه. يعني هم ظباط ومحققين في قريه صغيره، اكيد عمرهم ما شافوا قاتل متسلسل او ان حاجه زي دي بتحصل، فهم ما عندهمش الثقافه دي، بيبقوا همك حرفيا في الموضوع ده. وحتى بعد كده انت هتشوف اصلا تفكيرهم عقيم، يعني هم بيلاقوا اثار اقدام على الارض، فالمحقق الجديد بيقول دي تعتبر معانا دليل، بس المشكله ان الدنيا شتت فبوظت الاثار دي. فعندك بقى المحقق القديم بيقول ان مفيش شعر في مسرح الجريمه، فاكيد اللي عمل الجريمه دي واحد اقرع ما عندوش شعر خالص. فبيجي صاحبه المحقق التاني بيقول له هو ممكن يكون راهب بوذي هو اللي عمل كده، يعني هم اللي بيكونوا قرع وفي معبد قريب من هنا، احنا نروح نبدا من هناك. طبعا الراجل الكبير اللي هو رئيس المحققين بيبص لهم كده اللي هو ايه الهطل والعبط ده يا ابني انت وهو. فبنشوف ان ازاي تفكيرهم فعلا بدائي وعقيم، ما بيفكروش بجديه خالص ومش فاهمين هما بيعملوا ايه اصلا، هم كلهم بيتكلموا كده. فبتخش عليهم الاوضه ظابطه وبتقول لهم انا عندي حاجه عايزه اوريها لكم، فبيقولوا تمام ايه هي؟ فبتقول لهم انا متعوده كل يوم اشغل الراديو بتاعي واقعد اسمع الاغاني، بس لاحظت حاجه غريبه جدا، ان في اغنيه معينه هي اغنيه رومانسيه حزينه بتشتغل في نفس اليوم اللي بيحصل فيه الجريمه. الاغنيه دي بتشتغل لما واحد بيبعت رساله لبريد الاذاعه وبيقول لهم ان الدنيا بتشتي النهارده وانا راجل وحيد، فارجوكم شغلوا الاغنيه دي. فهم كلهم بيستغربوا كده. بعدين رئيس المحققين بيسالها يعني الاغنيه دي اشتغلت امبارح؟ فبتقول له ايوه انا سمعتها بنفسي اشتغلت امبارح، واشتغلت في الثلاث جرائم اللي حصلوا قبل كده في نفس اليوم الاغنيه بتشتغل وبعدها بتحصل الجريمه. فهنا المحقق الجديد بيقول ايوه فعلا اكيد عمر ما دي حاجه زي دي هتكون صدفه، يعني اكيد هو عنده طقوس معينه او بيحب يسمع الاغنيه دي الاول بعدين ينزل يصطاد الضحيه بتاعته، لانه ذكر في الرساله اللي بيبعتها انه راجل وحيد وعايز يسمع الاغنيه دي في ليله ممطره، وبيطلب منها بسرعه وبيقول لها طيب بسرعه روحوا لمحطه الاذاعه واطلبوا الرساله اللي الشخص ده بيبعتها عشان تشوفوا لو فيها بصمات او تعرفوا خط الايد وتعرفوا مين اللي بيبعت الرساله دي، لان اكيد دي حاجه زي دي عمرها ما تكون صدفه. فعلا المحقق الصغير بيروح بسرعه محطه الاذاعه وبيقول لهم انا عايز كل الرسائل اللي كانت موجوده من هنا امبارح. فاللي شغالين هناك بيقولوا طبعا انت مجنون، حاجه زي دي عمرنا ما نعرف نعملها، احنا بيجي لنا في اليوم الوفات من الرسائل وبنرميها اول باول، فحاجات امبارح دي اكيد اترمت خلاص. فهو بينزل بسرعه في الزباله بيقعد يدور عليها وبيدور على الرسائل، فبيجي عامل النظافه بيقول له اللي انت بتعمله ده ملوش اي فايده، الرسائل بتاعت امبارح عربيه الزباله جت الصبح وخلاص رميتها. فبيروح المكان اللي بيترمى فيه كل الزباله بيلاقي حرفيا كل حاجه ولعت، يعني كل حاجه اتحرقت خلاص، فاللي هو بيعمله ده ملوش اي لازمه وضاع الخيط ده منه. وعلى الناحيه التانيه بقى المحقق القديم بيروح يقعد مع مراته بيقول لها النهارده انا رحت اكتر من مكان من بتوع الساونا والحمامات العامه والحاجات دي عشان بس ان انا ادور على حد اقرع ومش لاقي خالص حد اقرع. فمراته بتكمل كلامها وتقول له طب المحقق الجديد اللي جاي من العاصمه ده بيعمل ايه؟ بيقول لها ده بيروح الاذاعه عشان يسمع اغاني، وبعد بقى ان هو يتريق عليه. فبتقول له انا حاسه ان الواد ده تافه واللي بيعمله دوت كله هبل. فبيرد عليها ايوه طبعا كله هبل وانا متاكد من نظريتي اللي عمل الجريمه دي هو واحد اقرع. فبتقول له طيب ليه ما تروحش للعرافه المشعوذه بتاعه القريه بتاعتنا اسالها وقول لها مين اللي هو القاتل، هي تعرف تجاوبك. وهو فعلا بيقتنع بفكرتها وبيروح وهو مش عارف ان مراته دي هتوديه في 60 دقيقه، يعني مش فاهم اصلا مين ان هو يسمع كلام مراته في حاجه زي دي. بعدين الست العرافه دي بتديله ورقه بتقول له ان الورقه دي ياخدها ويروح مسرح الجريمه ويخلط ميه بالتراب اللي في مسرح الجريمه ويرمي الميه دي على الورقه، واول ما تنشف هيظهر فيها وش المجرم. طبعا هو اكيد بيصدق حاجه زي دي وبيروح فعلا هو وصاحبه عشان يعملوا ده. واثناء ما هم بيعملوا كده بيسمعوا صوت حد جاي وصاحبه بيقول له ايه ده مين اللي جاي ده؟ فالمحقق القديم بيقول له يا غبي انت ما تعرفش ان الجاني دايما بيرجع لمسرح الجريمه بتاعه؟ فبيجروا ويستخبوا بسرعه عشان يعرفوا مين اللي جاي. فاصلا بيطلع اللي جاي بيكون هو المحقق الجديد جاي واقف كده في مسرح الجريمه وبيشغل كاسيت كان معاه على الاغنيه اللي المجرم بيشغلها يوم الجريمه بتاعته، ويفضل يقعد يسمع فيها ومركز في مسرح الجريمه. هم على الناحيه التانيه مستخبيين وبيتريقوا عليه بيقولوا شوف الغبي هنا بيعمل ايه، يعني احنا بنشتغل بالعلم وهو جاي يشغل اغاني. بس بعدها بيجي واحد تالت كده مسرح الجريمه، فالمحقق الجديد هو كمان بيجري يستخبى عشان يشوف مين اللي جاي ده. فبيجي واحد وبيبقى مخبي جوه الهدوم بتاعته ملابس داخليه حريمي وبيطلعها يحطها على الارض وبيفضل واقف قدامها، فهم بيفضلوا مراقبينه وهو واقف قدام الهدوم دي. وبعدين مره واحده الراجل ده بيلاحظ ان في حد بيستخبي فبيطلع يجري، وهم كمان التلاته بيطلعوا من المكان اللي هم مستخبين فيه وبيطلعوا يجروا وراه. فضلوا يجروا وراه كتير لحد ما الراجل ده بيخش جوه مصنع. بس اول ما بيخش المصنع ده بيتفاجئوا ان في ميات من العمال جوه وهم حرفيا لابسين كلهم نفس اللبس.
اللي هم بتاع العمال. فبيفضلوا بقى يدوروا لحد ما المحقق بيلمح واحد موطي وهدومه الداخليه باينه، وبيعرفه على طول لان ده نفس الراجل، لان كان لابس نفس الهدوم دي لما كان في مسرح الجريمه. وانا والله مكسوف وانا بقولها، بس هو كان لابس هدوم داخليه حريمي. فبيعرفوا ان هو ده، بيروحوا يقبضوا عليه. بعدين لما بياخدوه الاسم بقى عشان يشوفوا كلام الراجل ده، فبيقعد قدام المحقق وبيقول له بصراحه انا كنت موجود في المكان ده يعني عشان بعمل حاجات مش كويسه، بس دي ما تعتبرش جريمه. فالمحقق بيقول له ايوه طبعا ما تعتبرش جريمه، بس اشمعنى اخترت المكان ده بالذات؟ فبيقول انا راجل متجوز وعندي عيالي، فما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي دي في البيت، وده اقرب مكان للمصنع اللي انا شغال فيه. فعلى الناحيه التانيه بقى المحقق التاني بيروح يفتش بيته، فبيلاقي ان مراته تعبانه ونايمه على السرير، وان بيتهم صغير جدا، بس بيلاقي ان الراجل ده مخبي في كل حته مجلات وصور مش كويسه. وحتى لما بيسالوا الجيران عنه بيعرفوا ان هو راجل اصلا كويس، وان هو في حاله، ودايما بيروح الكنيسه كل اسبوع عشان يصلي لمراته ان ربنا يشفيها. فكلهم يعني اجمعوا ان هو طيب وفي حاله. بس طبعا المحقق القديم بتاعنا بيحلل كل ده على مزاجه، وبيقول ان اي سفاح او مجرم بيبقى باين من بره انه طيب، بس من جوه بيبقى شخص شرير، وان الراجل ده هو القاتل اكيد. بعدين بقى بيفضلوا 4 ايام حرفيا بيعذبوا ويضربوا فيه، وبعدين بيقعدوا كل شويه يشغلوا تسجيل ويقولوا يلا اعترف يلا اعترف. هو فعلا بيبقى منهار نفسيا وجسديا، بيقعد يقول ايوه انا حاسس ان انا اللي قتلتها فعلا، يعني انا بحلم وجوه الحلم بتاعي انا اللي قتلتها، شفتها وهي خارجه من المصنع اللي هي شغاله فيه، وده كمان نفس المصنع اللي انا شغال فيه. بعدين يكمل كلامه ويقول انا لما شفتها رحت وهجمت عليها وقعتها على الارض وربطتها بالشراب بتاعها. فالمحقق بيبص له كده بيقول له يا غبي مش الشراب، ركز انت بتقول ايه. فبيرد عليه ويقول له ايوه ايوه افتكرت، انا ربطتها بهدومها الداخليه، وان انا هجمت عليها بس هي مسكت حجر وضربتني على دماغي بيه، وحتى مكان التعويره اهي. طبعا احنا بنشوف ان التعويره دي مكان التعذيب اللي بقى له 4 ايام عمالين يعذبوه ليه، اللي هم المحققين بتوعنا. بعدين بقى بيكمل كلامه وبيقول ان انا بعد ما خلصت عليها وقتلتها جريت بسرعه عشان استخبى في المبنى الخارجي بتاع البنات، لان انا متعود اروح هناك على طول. فهنا بقى المحقق الجديد بيفتح الباب بسرعه بيقول له استنى انت عرفت منين مكان المبنى الخارجي بتاع البنات ده؟ لان المحقق هنا بيفتكر كلام بنتين في المدرسه كان قابلهم في الطريق، وقالوا له احنا شاكين ان السفاح او القاتل بيستخبى هناك، لان احنا بنلمح حد بيروح يستخبى في المبنى الخارجي بتاع المدرسه، فاحنا اكيد شاكين ان هو ده القاتل. فهنا المحقق متاكد ان ده خط مهم هيوصل له لحاجه، لانه برضه عارف ان الراجل اللي معاهم ده غلبان ومش ده الشخص اللي يعمل جريمه زي دي. لان في ساعتها الراجل ده بيكمل كلامه وبيقول انا عرفت مكان المبنى ده لان القريه اصلا كلها عارفه الموضوع ده وبيتكلموا عنه، وان في حد بيروح يستخبى هناك في المبنى بتاع البنات ده. فالمحقق الجديد بيروح المدرسه بتاعه البنات، بيروح البنت اللي كانت قالت له المعلومه دي، بيقابلها بيقول لها انا عايز اعرف مين اللي قال لك الحوار بتاع السفاح اللي بيستخبى في المبنى بتاع البنات ده. فتقول له انا سمعت الكلام ده يعني زي ما كلام كتير بيتقال هنا في المدرسه وفي القريه كلها. فقول لها ايوه يعني مين بالظبط اللي اخترع الموضوع ده؟ قالت له بجد انا ما اعرفش، الموضوع بيتنقل، طب ما تروح انت بنفسك المبنى وتشوف ده بنفسك. هو فعلا بيروح المبنى وبيفضل يدور فيه لحد ما بيفتح باب اوضه، بس بيتخض جامد لما بيلاقي كده ان في دكتوره او ممرضه جوه. بتقول له ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يعني ازاي تخش الاوضه دي كده مره واحده؟ فبقول انا اسف بس ما كنتش اقصد، بس في معلومه سمعتها وجاي اتاكد بنفسي. فقالت له الهبل اللي انت بتسمعه ده اكيد دي اشاعه ومفيش حاجه زي دي. وبعدين هي بتفتكر حاجه كده بتقول له انا سمعت كذا مره قبل كده ان في واحده عماله بتعيط فوق التله اللي هناك دي، فممكن مثلا البنات يكونوا سمعوا الاصوات دي فبيتقالهم ان في حاجه هناك بتحصل. فهو بسرعه بيجري فوق التله دي، بيلاقي ان في كوخ صغير كده زي بيت حد عايش فيه، وبيلاقي ست قاعده بره البيت ده. فاول ما بيجري عليها بتخاف بسرعه وتخش جوه الكوخ، فبيقول لها ما تقلقيش انا ظابط، بيوريها الشاره بتاعته. فبتقول له لا لا امشي من هنا محدش لازم يشوفنا امشي. فهو بيستغرب من الكلام اللي هي بتقوله، بس هي بتكمل كلامها بتقول له بالله عليك امشي من هنا مش لازم حد يشوفنا. فهو بيسمع كلامها وبيسيبها وبيمشي. بس بعدين المحقق ده بيجيله فكره ان هو بيجيب محققه معاه ست من شغالين معاه عشان تتكلم هي مع الست دي. فعلا بتيجي المحققه دي وتقعد معاها وتدخل تقفل عليهم الباب وتجيب تسجيل معاها وبتقول لها بصي احنا ستات زي بعض، خدي راحتك واحكي لي كل حاجه بصراحه. الست بقى بتحكي بتقول لي ان في يوم كانت الدنيا بتشتي ولقيت ان في واحد جه وكتفني على الارض وانا ماشيه في الطريق وخدني جوه الاراضي الزراعيه، وانه اعتدى عليا وعمل معايا نفس الجرايم اللي انا كنت بسمع عنها طول الوقت في الراديو. وفعلا ربطني بالشراب بتاعي وربط وشي بالهدوم الداخليه بتاعتي زي ما كنت انا بسمع بالظبط. بس في اللحظه دي في واحد كان معدي بالعجله بتاعته، فلقيت ان الشخص ده بسرعه كتم بقي بايده، بس ايده كانت ناعمه قوي، ايده كانت اكيد انها ايد واحده ست. وساعتها بتفضل انها منهاره وبتعيط وبتقول بس انا نجيت منه باعجوبه. فبسرعه المحقق الجديد ده بيجري على اسمه وبيروح للراجل اللي هم متهمينه، وبسرعه بيحسس على ايده بيلاقي ان ايده خشنه ونشفه، لان اصلا ده واحد شغال طول عمره في المصنع. فبيقول لهم فكوه يلا ومشوه مش هو ده القاتل. طبعا الاثنين المحققين بيبصوا له كده بيقولوا انت ايه الهبل ده ازاي يعني؟ فبيرد عليهم بيزعق بيقول لهم مش هو ده القاتل يلا مشوه. بسرعه المحقق القديم بيجري عليه ويمسكه ويقعد يضربه ويقول له انت عايز تبوظ القضيه بتاعتي، انا اللي قبضت عليه، انت عايز تاخد كل حاجه والاضواء لنفسك انت. وبيفضلوا بقى يتخانقوا ويضربوا في بعض لحد ما رئيس المحققين بيجي وبيشوف اللي بيحصل دوت وبيشوف المنظر ده، بيحاول يفك الخناقه اللي ما بينهم لحد ما البنت المحققه بتزعق فجاه بتقول اسكتوا واسمعوا وركزوا. فكلهم بيهدوا كده
تروح تعلي صوت الراديو وبتقول لهم الاغنيه اللي شغاله اهي، الاغنيه اللي السفاح متعود ان هو شغالها قبل الجريمه بتاعته. فبسرعه هنا المحقق الجديد بيجري على الشباك ويفتحه، بيلاقي ان الدنيا بتشتي، وعلى طول رئيس المحققين بيكلم الدعم بيقول لهم بسرعه انا عايز كل الشرطه تنتشر في الشارع ويعلنوا حاله الطوارئ. وساعتها المحقق الجديد بيكلم الاذاعه وبيقول لهم انا عايز بسرعه تجيبوا لي عنوان واسم الشخص اللي طلب منكم تشغلوا الاغنيه دي بسرعه حالا. فهم بيحسبوها معاكسه او تريقه فبيقفلوا السكه في وشه. فهو بسرعه بيروح لرئيس المحققين وبيقول له الدعم فين؟ فهو بيرد عليه بيقول له للاسف مفيش دعم، مفيش هنا غيرنا، لان في مظاهرات كبيره في القريه اللي جنبنا وكل الشرطه راحت تفض المظاهره دي وتقريبا مفيش هنا غيرنا. فللاسف ما بيعرفوش يعملوا حاجه، والنهار بيطلع عليهم وبيلاقوا فعلا ان في جثه مرميه في الارض الزراعيه، بياخدوها بيروحوا الطب الشرعي والدكتور يفضل يحلل الجثه ويقول لهم ان وقت الوفاه كان بين الساعه 7 للساعه 8. فرئيس المحامين بيبص له كده بيقول له ايوه ده الوقت اللي كنتم ماسكين فيه بتخانقوا مع بعض صح؟ فساعتها الدكتور بيلاحظ حاجه تانية وبيقول ايه ده، في حاجه غريبه. فبيلاقي ان في قطع شرايح خوخ متقطعه ومحشوره جوه الجسم الجثه دي. فهم كلهم بيستغربوا جدا. وهنا بقى المحقق القديم ده بيبص للمحقق الجديد بيقول له هو انت عمرك لقيت حاجه زي دي في العاصمه؟ فهو بيرد عليه بيقول له انا عمري ما لقيت حاجه زي دي، عمري ما شفت شخص مختل عقليا زي ده. فالمحقق القديم بيقول له انت كان معاك حق من الاول، ويمسك الدفتر بتاعه اللي كان فيه كل صور الناس اللي كان حقق معاهم قبل كده بيفضل يقطعه بيقول انا كل ده فعلا كنت بدور غلط، عمر ما حد من الهبل اللي انا حققت معاهم هيطلع يعمل حاجه بالجراءه والفظاعه اللي حصلت دي. وساعتها بقى بيخش عليهم واحد بيقول لهم ان محطه الاذاعه اتصلت بيهم وقالت لهم ان هم قدروا يحددوا عنوان الشخص اللي طلب يبث الاغنيه دي. فهم بيروحوا يجيبوا العنوان وبيطلع العنوان ده جوه مصنع. فبيروحوا بسرعه وبيسالوا عن الشخص ده فبيقول لهم ان هو شغال جوه مكتب هنا في المصنع. لما بيطلعوا هناك بيلاقوا شخص كده قاعد جوه اوضه ومهمته بس ان هو يقعد يكتب تقارير وحاجات زي دي. فهم بياخدوه الاسم بيقعدوا بقى معاه. بس المره دي بقى اللي ماسك التحقيق هو المحقق الجديد، ويبدا التحقيق بهدوء بالطريقه اللي هو شايفها صح. بيقول له ممكن اشوف ايدك؟ فبيوري له ايده فبيلاقي ان ايده ناعمه جدا. فبيقول له طيب انت امتى جيت القريه دي؟ لان انت كنت بتخدم في الجيش في قريه تانية وسمعت انك لسه جاي هنا جديد، امتى بقى جيت اول مره؟ فبقول له انا جيت في شهر 9 اللي فات. فهنا المحقق بيبص له بيقول له يعني قبل ما الجرايم دي كلها تحصل بايام قليله بس؟ فالواد ده بيهز دماغه بيقول له ايوه. فبيطلع له الورقه كده اللي فيها البريد اللي هو كان بيبعته للاذاعه بيقول له انت اللي بتبعت الرسائل دي عشان الاغنيه تشتغل صح؟ فبقول له اه. كنت بتبعتها في كل ليله ممطره صح؟ فبيهز دماغه بيقول له اه. فبيكمل محقق كلامه بيقول له طب انت تعرف ان في كل مره انت بتبعت فيها تطلب الاغنيه دي تشتغل والدنيا بتشتي ان في جريمه بتحصل في نفس اليوم ده؟ فهنا الشاب ده بيستغرب شويه ويقول له لا ما كنتش اعرف حاجه زي دي. فبيكمل كلامه معاه بكل هدوء بيقول له الاغنيه اللي انت بتطلب انها تشتغل ديت انت اشتغلت الساعه 7 او 8 دقائق بالظبط، والجريمه حصلت ما بين الساعه 7 ونص والساعه 8. عايز اعرف انت كنت فين في الوقت ده؟ فهو قال له انا فضلت قاعد في بيتي اسمع الاذاعه لحد الاخر. فالمحقق قال له تمام، يعني انت سمعت الاذاعه لحد الاخر والاذاعه بتخلص الساعه 8، تقدر تقول لي اخر اغنيه اشتغلت امتى؟ فهو بيرد عليه بيقول له مش فاكر. فالمحقق بيستغرب كده بيقول له ازاي مش فاكر؟ ده الكلام ده حصل امبارح. فبيرد عليه المتهم بكل برود بيقول له ايوه انا مش فاكر. فالمحقق بيقول له فهمني ازاي انت مش فاكر وانت قايل انك كنت في بيتك بتسمع الاذاعه لحد ما خلصت الساعه 8 والجريمه حصلت ما بين الساعه 7 ونص والساعه 8، فمفيش غيرك هو اللي يعمل حاجه زي دي. وبرده المتهم بيرد عليه بكل برود وبيقول له بجد انا مش فاكر. والواد اللي قاعد قدامه ده هادي جدا بشكل مستفز عكس كل اللي حقق معاهم قبل كده اللي كلهم شكلهم هبل وما يعرفوش حاجه اصلا، لكن ده هادي وعارف هو بيتكلم ازاي. فالمحقق هنا بيقرر ان هو يضغط عليه اكتر وبيقول له تمام انا اعرف ازاي اخليك تتكلم واعرف اخليك ازاي تفتكر كل حاجه. وبيروح مشغله الاغنيه اللي هي كان بيشغلها. فبيقعد يقول له انت بتسمع الاغنيه دي فالشهوه عندك بتزيد فبتنزل الشارع والدنيا بتشتي عشان تصطاد الضحيه بتاعتك، واول ما بتشوفها بتهجم عليها على طول، ده اللي بيحصل صح؟ فهنا بيرد عليه تاني برضو المتهم بكل برود ونظره كلها برود وبيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ فبيكمل محقق كلامه وبيستفزه اكتر وبيطلع له الصور بيقول له طب تمام فاكر ده؟ فبيوريه صور الخوخ اللي كان محشور في جسم الضحيه الاخيره، بيساله فاكر انت حطيت كام قطعه جواها؟ فالمتهم بيسكت كده. في المحقق بيفضل يستفزه اكتر بيقول له واحده اتنين تلاتة. وانا المتهم بيفقد اعصابه اكتر وبيفضل يزعق ويقول له اخرس اسكت مش عايز اسمع صوتك، لحد ما المحقق القديم ما بيقدرش يمسك نفسه من الغضب وبيهجم عليه ان هو يضربه. بعدين بقى المحقق القديم بيتكلم عن المحقق الجديد دوت بيقول له احنا ما عندناش دليل وما عندناش شهود وما عندناش اي حاجه تثبت ان الراجل ده هو المتهم. فبيرد عليه المحقق الجديد بيقول له ما يهمنيش كل الكلام ده، اللي يهمني اعترافه حتى لو هفضل اضرب فيه لحد ما يطلع الاعتراف بتاعه. وهنا المحقق القديم بيتفاجئ من انفعال المحقق بيقولوا انت طريقتك اتغيرت خالص، ده ما كانش تفكيرك ولا اسلوبك. فبيرد عليه المحقق التاني بيقول له انا حاسس ان الراجل ده في حاجه مختلفه، حاسس ان هو ده القاتل، بس المشكله ان احنا ما عندناش دليل. وفجاه المحقق الجديد بيفتكر حاجه وبيقول له هو انت فاكر اول واحد انت حققت معاه اللي هو الولد العبيط ده اللي انت كنت بتحقق معاه وكنت عايز تلبسه القضيه
عن طريق ان هو يبقى مسجل اعترافه او كده. فبقول له انا عملت كده، بس في حاجات كتير انا ما قلتلوش عليها، انا بس قلت له الحاجات العامه اللي الناس كلها عارفاها. قال له بالظبط، ده اللي انا عايز اوصل له. مع ذلك هو كان قايل لك ان هو شافها وهي مربوطه بهدومها الداخليه، فدي حاجه انت ما قلتش ان هو يقولها صح؟ فقال له صح. فالمحقق الجديد بيكمل كلامه وبيقول هو كان بيتكلم بصيغه ان هو بيشوف، مش هو الفاعل. يعني كان بيقول انا شفت، مش بيقول انا عملت. فالمحقق القديم بيبص له كده ومصدوم، بيقول له انت تقصد ان هو كان موجود يوم ما السفاح كان بيعمل الجريمه؟ بيقول له بالظبط، يعني هو الشاهد بتاعنا. في لحظتها بيتحركوا بسرعه وبيجروا عشان يروحوا يجيبوه، والظباط بيروحوا يدوروا عليه وبيلاقوه. اول ما بيشوفهم بيخاف ويطلع يجري، فبيطلعوا يجروا وراه، بس هو بيكون مرعوب وبيطلع فوق عمود كده عالي وبيزعق، بيقول لهم انتوا عايزين تقتلوني صح؟ انتوا جايين عايزين تقتلوني. فبيقولوا لا احنا مش عايزين نقتلك خالص، احنا هنا بس عايزين نتكلم معاك. وبعدين بيكلموه بيقولوا له طيب انت قلت لنا انت شفت البنت وهي بتموت صح؟ فقال لهم ايوه، ما انا قلت لكم الكلام ده قبل كده. قال له تمام، احنا بقى عارفين ان انت كنت موجود وشفت، وعارفين ان مش انت اللي عملت كده، بس عايزين نعرف هو انت شفت القاتل؟ فبقول لهم انا شفت وشه 3 مرات كمان، عشان انا كنت مستخبي هناك كده جوه الارض الزراعيه بتاعه الرز، وشفت هو عمال يقتلها. فبيطلعوا له صوره الراجل اللي هو معاهم وبيقولوا طيب هو ده؟ فهو بيفضل كده يقعد يهبل في الكلام ويقول لهم هو اللي حرق وشي وانا صغير. فبيقولوا ركز يا ابني، هو اللي في الصوره ده هو القاتل اللي انت شفته وشه 3 مرات؟ فبرضه بيقعد يخرف في الكلام ويقول لهم حرق وشي وانا صغير عشان هو وشه احسن مني وهو جميل وانا مش جميل. فبيبداوا يتعصبوا عليه تاني، فهو بيترعب وبيطلع يجري، ويفضل يجري لحد ما بيقف قدام شريط القطر، فبيجي القطر بسرعه بيشوطوا حرفيا. فهم خلاص بيروحوا الاسم بتاع الشرطه، بس بيجي لهم اتصال من المعمل الجنائي، كلهم بيجروا على هناك، والدكتور بيقول لهم احنا لقينا حمض نووي اللي هو دي ان ايه موجود على ملابس الضحيه. فهنا الرئيس المحققين بيفرح جدا وبيقولوا يعني معنى كده احنا لو قارنا الحمض النووي ده بالمتهم اللي معانا وطلع مطابق كده احنا خلاص حلينا القضيه. فبيرد عليه الدكتور وبيقول له ايوه هيبقى دليل قوي جدا، وفعلا يعتبر انكم خلصتوا القضيه. بس الدكتور بيقطع فرحتهم بيقول لهم بس في مشكله، ان احنا اصلا ما عندناش اجهزه تحليل الدي ان ايه هنا في كوريا. يعني عشان ما تنساش ان الاحداث اللي احنا بنتكلم عليها دي بتحصل سنه 1986. بعدين الدكتور بيكمل كلامهم بيقول لهم يعني الحل الوحيد اللي قدامنا ان احنا نبعت العينه دي لامريكا، وبعدين بقى نستنى لحد ما النتيجه تيجي من هناك. فطبعا كلهم بيحبطوا جدا ومبيبقاش قدامهم اي حل تاني غير كده. بعدين بقى كل يوم بيفضلوا يتصلوا بمكتب البريد ويسالوه في حاجه جت، في نتائج جت من امريكا، احنا باعتين عينه بقالنا فتره. وكلهم بيبقوا في حاله يأس شديده جدا، لان المتهم اللي هم متاكدين ان هو القاتل ما بيقدروش يسجنوه ولا يعملوا اي حاجه معاه، وهو دلوقتي حر. فبيكتفوا بس ان المحقق الجديد ده بيفضل ان هو يراقبه، والمحقق الجديد ده بيفضل يراقبه، بيلاقي ان حياته عاديه جدا، بيروح المطعم بياكل بيخرج بيروح شغله. بس في مره من المرات وهو بيراقبه المتهم ده بيغيب عن عينه فجاه وبيركب باص وبيمشي بسرعه، وساعتها المحقق ما بيعرفش يلحقه وبيجري وراه، بس بيبلغهم في التليفون ان هو شاكك ان المتهم ده اكيد رايح يعمل جريمه جديده. بسرعه بيعلن حاله طوارئ، مع ان الدنيا يومها ما كانتش بتشتي ولا حاجه، بس هو حاسس انه اكيد هيغير الطريقه بتاعته المره دي. وبنشوف في نفس الوقت ده في بنت راجعه من المدرسه بتاعتها، وفجاه حد بينط عليها وبياخدها في الارض الزراعيه. وتاني يوم الصبح بيعلنوا ان هم لقوا جثه مرميه في الحقول، حاله صدمه ووجع اكبر بكتير من اي جثه تانية شافوها. وساعتها المحقق الجديد ده بيروح عشان يشوف الجثه، ولما بيبص بيلاقي على ظهرها كده محطوط زي لزقه جروح اللي هي الضماده الطبيه دي. وهنا بيتصدم صدمه، لانه بيفتكر ان هو بنفسه اللي كان حاطط لزقه الجروح دي للبنت دي، لان دي نفس البنت اللي كان بيكلمها وبيسالها عرفت منين موضوع القاتل اللي بيستخبى جوه مبنى المدرسه. وساعتها هو خلاص بيجيب اخره، مبقاش مستحمل اللي بيحصل ده، وحاسس ان المجرم واقف قدامه وبيلعب بيهم كلهم وهما مش عارفين يعملوا له اي حاجه. وساعتها في نفس الوقت دوت بيروح لبيت المجرم وبيجر لحد الشارع، بيفضل يضرب فيه ويعذب فيه، وبيتخلى عن كل مبادئه اللي هو اصلا كان ضدها من اول الفيلم. بيفضل يضرب ويزعق فيه بيقول له انت القاتل، قول لي اعترف. وبيطلع مسدسه بيقول له انت القاتل. وساعتها الشاب ده بيبص له في عينه بكل برود بيقول له انا اللي قتلتهم كلهم. ده اللي انت عايز تسمعه صح؟ ده اللي هيريحك، انا اللي قتلتهم. هنا المحقق الجديد بيفقد اعصابه وخلاص هيضربه بالنار، بس في اللحظه دي بيجي المحقق التاني وبيجري بسرعه ومند عليه ويقول له استنى التقرير بتاع امريكا وصلت اهيت ومعايا استنى. فالمحقق الجديد بينتشر منه بسرعه وبيحاول يقراه وهو ايده بترتعش. والناحيه التانيه المحقق القديم خلاص بيربط ايد المجرم ورا ظهره لانه فاكر ان خلاص القضيه كده اتحلت، بس هو بيقرا فجاه بيفضل منهار ومصدوم لدرجه انه بيبدا يعيط، لان مكتوب في الوثائق ان العينه مش مطابقه وما فيهاش اي تطابق. فبيقول مستحيل تكون دي الحقيقه، الوثائق دي اكيد
كذب، كلها كذب، وبيرميها في الارض وبيجري على المتهم بيقول له انا هقتلك انا هقتلك، انا متاكد انك انت مش هصدق الورق دوت. حرفيا المحقق المتعلم اللي كان ماشي ورا الادله وكان رافض تماما فكره التعذيب دلوقتي اتخلى عن كل ده وعايز يقتله بايده، لانه جواه متاكد ومقتنع ان هو ده القاتل. بس ساعتها المحقق القديم بيمسكه وبيمنعه، بيقول له ما تقدرش نعمل له حاجه خلاص. وبيبص الواد التاني بيقول له يلا امشي من هنا، ويفضل هما الاتنين واقفين عاجزين ومصدومين، والمجرم بيمشي وبيسيبهم في وسط العجز اللي هم فيه ده. بعدين الفيلم بقى بيعمل نقله زمنيه لسنه 2003، يعني ممكن بعد 15 16 سنه من احداث الفيلم بنشوف بقى ان المحقق القديم ده كبر وبقى عنده عيله واولاد، وساب شغله في الشرطه وبقى شغال اعمال حره يعني تبع شركه كده. هو ماشي بالعربيه بتاعته بيقف كده مره واحده وبيرجع تاني لنفس المكان اللي بدأنا بيه الفيلم، الاراضي الزراعيه والحقول. بيروح يبص لجوه مصرف الميه اللي لقوا فيه اول جثه، بيفضل باصص كده وسرحان لحد ما بتيجي بنت صغيره تقول له هو انت بتبص على ايه؟ انت لقيت حاجه جوه؟ فبيقول لا انا ببص بس. فبتقول له غريبه، اصل من شويه كده كان في واحد جه يبص هنا برضو مكانك. فهو بيستغرب كده بيبص لها، فهي بتقول له انا سالته نفس السؤال اللي سالته لك ده، انت جاي هنا تعمل ايه وبتبص ليه؟ قال لها ها طب ورد عليك قال لك ايه؟ قالت له قال لي ان هو عمل حاجات في المكان ده من زمان، فجاي يبص على المكان ده وبيسترجع ذكرياته. فالمحقق كده بيتصدم وبيسالها طب شكله كان عامل ازاي؟ قالت له يعني شكله كان بسيط مألوف كانه واحد عادي مننا. ساعتها المحقق بيبص للكاميرا مره واحده، بيبص لنا احنا او بالتحديد بيبص في عين القاتل الحقيقي لو كان بيتفرج على الفيلم. والفيلم هنا بيخلص على كده. طبعا انت بتبقى قاعد مذهول اللي هو ايه ده خلص على كده؟ طب انا عايز اعرف مين القاتل. فبص يا حبيب قلبي انا عندي ليك خبرين، واحد حلو وواحد وحش. الخبر الحلو ان الجريمه دي اخيرا اتحلت في الحقيقه سنه 2019 وعرفنا مين هو القاتل الحقيقي. والخبر الوحش ان احنا اتاكدنا ان مفيش حاجه اسمها الجريمه الكامله. فعشان الفضول اللي اكيد هيموتك زي ما اكيد موتني زمان، لان انا اتفرجت على الفيلم ده زمان قبل 2019 كنت حاسس ان دماغي هتنفجر واموت اعرف مين القاتل. فبص يا سيدي احنا نقتبس بقى شويه من سامح سند عشان اقول لكم القصه الحقيقيه. اللي في الصوره دوت ايه تشون جي، اتقبض عليه سنه 2019 لما التكنولوجيا اتطورت وعملوا تحليل الدي ان ايه. يلا بينا نبدا قصه سفاح كوريا في القصه الكامله. نرجع تاني بقى للطبيعي بتاعنا في سنه 2019 لما التكنولوجيا اتطورت وعملوا تحليل الدي ان ايه وطبقوه على الادله القديمه، لقوا ان التطابق طلع لواحد اصلا كان مقبوض عليه وموجود جوه السجن. طب هو ليه كان مسجون؟ لانه ببساطه بعد الجرايم دي وقفت هو نقل لقريه تانية واتجوز سنه 1994 لانه عمل مشكله واغتصب وقتل اخته ومراته واتحكم عليه بالسجن المؤبد. ولما راحوا واجهوه بالادله الدي ان ايه اللي معاهم في 2019 هو اعترف عادي بكل برود وقال هو اللي عمل كل الجرايم ديت، وان هم كانوا حوالي 14 جريمه. مش بس اللي هم اتعرفوا انه اصلا كان شاب طبيعي جدا وشكله عادي وما يلفتش لاي انتباه زي ما البنت قالت في الفيلم بالظبط. الكارثه بقى ان الخبر اللي ما اتذكرش في الفيلم، لو تفتكر الراجل الغلبان اللي كان في المصنع اللي كانوا متهمينه ده كان موجود في الحقيقه، كان في واحد زيه بالظبط في الحقيقه واتسجن 20 سنه ظلم، لان الشرطه وقتها لفقوا له القضيه وخلوه يعترف تحت التعذيب انه عمل واحده من الجرائم دي عشان يقفلوها، وفضل مسجون 20 سنه لحد ما المجرم الحقيقي اعترف في 2019 ان هو اللي عمل كل الجرائم دي. وساعتها بقى الراجل المظلوم ده خد براءته في 2020 بعد ما ضاع من عمره 20 سنه جوه السجن. طبعا انا شايف ان حتى لو الحكومه عوضته الراجل 20 سنه من عمره ضاعت، يعني كتير قوي بصراحه. يعني تخرج من السجن وانت عندك حاجه و50 سنه، يعني فلوس الدنيا كلها والتعويض ده عمره ما يرجع لك شبابك اللي ضاع جوه. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص والقصه الحقيقيه دي كمان خلصت. بجد محتاج اعرف رايكم في الكومنتات، ولو كنتوا اتفرجتوا على الفيلم ده قبل كده هل كنتم عارفين ان المجرم الحقيقي اتقبض عليه اخيرا؟ كنتوا مهتمين اصلا تدوروا ورا القضيه زي كده ما انا كنت مهتم، ولا ما كانش فارق معاكم؟ والسؤال بقى الاهم، وانتوا بتتفرجوا على الفيلم كنتوا شاكين ومتاكدين ان الواد الهادي المستفز اللي سابوه يمشي في الاخر ده هو القاتل الحقيقي ولا لا؟ وبس كده، سلام.